بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم. هذه رسالة موجهة إلى السيد وزير المالية وإلى رئيس الجمهورية. باختصار نحكي الوقائع باش تفهم القضية. هي معالي الوزير، احنا عندنا مشكلة مع المحافظة العقارية تاع مشرية. أنا العيرج عبد القادر باسم الورثة وعددهم 23 واحد، العقار بمشرية. سيدي، سنة 1983 الأب تاعنا كان ورث من أخته نصف عقار زائد تومون، ولو كنا نعلم به. الأب تاعنا إنسان كان عنده 84 سنة، كان مقعد في الفراش، ما كناش نعلموا بهذا الشيء. عمتنا هذه لما كانت حية كانت مربية ولد خو راجلها، يعني ولد حماها، كانت مربيته. أنا ذاك كانت عنده نهار اللي مات كانت عنده حوالي 30 سنة. عند الوفاة تاع عمتنا، الشخص هذا اللي كانت مربية تاع عمتنا خون العقد تاع عمتنا وقاعد يترصد علينا إذا كان رانا فايقين ولا لا. سنة 1900 خلانا حتى سنة 1993 1999 يقدموا لنا عقود ملكية مزورة على مساحة أخرى لناس آخرين. قمنا بالتنازل لهذا الناس باسكو المساحة ما نستحقوهاش حنا، وإلى به العقار يروح لإنسان واحد آخر، لهذا الإنسان اللي كانت مربيته عمتنا. ما فقناش. سنة 2011 مدينا الوثائق نتاعنا للموثق هذا، كانت خاصنا فريضة العقار واحد آخر، عطينا الوثائق، خون الوثائق وقالنا بلي تودروا لي. 2013 فوقنا بالقضية، راه عندنا النيجاتيف يقول باللي هذا عقد مشترك، الهبة هذه ما فاتتش حتى يومنا هذا العقار راه باسمنا. المديرية مسح الأراضي نتاع المشرية ما بغاوش يسلموا لنا هذا العقد. الهبة ما فاتتش باسكو هذا عقد مشترك ما بيننا بين عمتنا. عمتنا ميتة قبل الهبة ب3 سنوات، عندها ولد وبنت ميتين، ما كانش من يتصرف في بلاصتها. المحافظة العقارية بمشرية قاموا بتزوير دفتر عقاري، والقضية هذه راه في نزاع. داروا دفتر عقاري باسم الورثة، قالوا حق عمتنا وخلاو غير حقنا حنا، داروا له عارضة. واليوم رانا مطالبين كما يقولوا هما باش نتنازلوا على رزقنا امام المحكمة. قال لك حسب قانون المالية 2019، وكأن قانون المالية 2019 يعطيهم حق باش يروح يتعدى على رزق نتاع 23 وريث وورثة، وكأن قانون والعقد هذا عقد مشترك، وكأن قانون المالية يسمح لهم باش يروحوا يزوروا عقد مشترك. واليوم اصبحنا مطالبين باش نتنازلوا على يا سيد الوزير. الدخل احنا خاصنا عقد ملكية فقط، ما نستحقوا ولا شيء. عندنا حق في عقد ملكية اللي يعطيه لنا القانون ما قبل الهبة دارت في 99، احنا عندنا عقد ما قبل 99. اعطونا هذا العقد هذا وخلوا القضية تفوت في اطارها القانوني. كاينه عدالة، يثبت يدي نثبتوا ندو. درنا افوكا، الافوكا هذا راه داير 5 ملايين وهارب، ما بغاش يفوتوه. قدمنا ب 16 شكوى الى المديرية العامة للأملاك الوطنية، والتي أصبحت بدون رد إلى يومنا هذا. شكينا للسيد وسيط الجمهورية اللي راه في 3 سنين تاني هو ما بدون رد. نطلبوا من معالي الوزير أعطونا عقد الملكية نتاعنا وخلوا القضية تفوت في إطار القانون، ما راش هاربين من القانون. والسلام عليكم.